قاسم، فيك تتحدى صديق كريستيانو رونالدو واحد ضد واحد؟ حملت حالي ورحت لاتحدى الاسطوره لويس ناني قدام 10,000 متفرج. ناني اعز اصدقاء كريستيانو، لعب معه باليونايتد والبرتغال، ولعب مهاري لابعد الحدود. بوقتها كان في تحدي كلاسيكو بيني وبين صانع المحتوى. كان في كثير ناس حابه تشوف راسي عم يتكسر، كرمال هيك كنت رايح العب للموت. شو يا قاسم، في حدا بدك تتحدى ليه؟ من بعدها بلشت المباراة، هل قاسم حيقدر يقضي على ناني او قاسم هو تبع مهارات على التيك توك وبس؟ الجول هو نقطة، البيضة نقطتين، وأول واحد بيصل للخمسة بيربح. بلشت المباراة والكرة مع ناني، ودغري ناني من أول لمسة سجل الهدف الأول له. حاولت إني رد عليه دغري ومرقها بين إجريه، بس علقت الطابة. ناني غلط وسجل بحاله هدف. أنا هون كنت آخذ قرار إني ما أعمل عليه مهارات استفزازية أو إني كبها من فوق احتراما له لحد ما عمل علي هالحركة. هون ولعت أنا، أول ما كمشت الطابة طبشته أكا ورديت عليه وسجلت التعادل. من بعدها فلتنا على بعض، معركة اللي كان عم يصير، فوتورك خيالي ومهارات مش طبيعية، والجمهور كان عم يتفاعل لأبعد الحدود. وهون قدرت لاقي الفراغ بين إجريه وبيضت له لأعمل النتيجة 4-2. عمل علي رينبو، بس للأمانة أنا اللي خليتها تمرق. ناني سجل الثالث وشعل المباراة، طبشته بيضة ثانية نهاية المباراة. واخر شيء سالته اذا بلعب واحد ضد واحد ضد كريستيانو بقدر عليه؟ كريستيانو رونالدو كان ينط بجيم رونالدو. وانتوا شو رايكم، بقدر على كريستيانو او لا؟